الأهلي بيفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، وكان ماتش رائع جدا. هي ماشية والله، هي ماشية بالبركة، ماشية بالبركة والله. أنا ولا يعني هو حاطط التشكيل صح، بس أنا مش لاقي آه يعني دور مهم للعيبة. يعني مثلا زيزو، قول لي إيه مهمته النهاردة؟ ياس توروب ما عملش أي حاجة النهاردة في اللعيبة. بس عشان ما نعملش على سياق الفيديو، أول هدف معانا كان هدف تريزيجيه. اقسم بالله يا جدعان اهم لاعب في النادي الاهلي كله، احسن من امام عاشور واهم من امام عاشور. جاب هدف رائع جدا جدا جدا. هدي كريستيانو رونالدو طبعا، يعني انا مش عارف والله. بسرعه طبعا امام عاشور. والهدف الثاني كان من امام عاشور. كانت الكوره كانت مبنيه من تحت، وامام عاشور جابها وحطها في السقف في الجون، وبعيد عن ابو السعود. فكان هدف رائع جدا من امام عاشور. وبعد كده الهدف الثالث كان لحسين الشحات. الكوره راحت وجت قعدت تتربك، راحت وفي الاخر الكرة خبطت في المدافع، بعد كده خبطت في حسين الشحات، اي دربكه كده وجابوا الجول. وكان الهدف طبعا للمقاولون العرب من سرحان المدافعين بتوع النادي الاهلي. بس انا والله العظيم مش شايف دور لعيبه في الملعب مع ياس توروب. انا بالنسبه لي يمشي دلوقتي قبل بكره، قسما بالله يمشي النهارده قبل بكره. ياس توروب لو كمل على السياق ده، ولا هناخد دوري ولا هناخد افريقيا. ياس توره ما عندوش حته التكنيك الفني. هو بيلعب من على الخط هناك، ديانج او مروان عطيه بيروح له يلعب على الخط، اتحفظت. كل ما بيدافع، يعني كل ما بيدافع هو عرف النهارده بمجهود فردي من اللعيبه اللي هو يخترق الدفاع بتاع المقاولون العربي. اما لو كده كانش هيخترق ولا كان هينيل اصلا. ويكون كانت بتاع تنسوش تحط لك اشترك في القناه. وسلام.